الكتابة جزء من حياة الكاتب لا يعيش دونها، والكثير منهم يسخر جل لحظاته لهذا النشاط الإنساني. ومن هنا يمكننا أن نرحب بالأستاذ نوشين بيجرماني في ملتقى هيفي الثقافي على أثير راديو هيفي FM. بداية، من هو نوشين بيجرماني كإنسان أولا ثم ككاتب؟ بداية أرحب بكم وبأثير راديو هيفي FM. أهلا وسهلا بكم على إتاحة هذه الفرصة لي لأعرف مستمعيكم بحياة كاتب ومجموع الكتاب الأكراد بشكل عام. يحتاجون إلى إضاءة وإلى جهود، وبالتأكيد جهودكم ستكون منيرة ومشعة في تعريف المستمع الكردي بكتابه. بداية، نوشين بيجرماني كاتب كإنسان هو حامل لإجازة في التربية، أعمل موظفا لدى الدولة، عملت في التعليم، وبعدها نتيجة بعض الإجراءات التعسفية بحقي من قبل النظام تم نقلي من مدرستي إلى أعمال إدارية بعيدة عن التعليم. هذا أولا. وثانيا، ككاتب الكتابة بدأت معي منذ الطفولة، وكان لوالدي الدور الكبير في ذلك، كونه كان معلمي الأول في المرحلة الابتدائية والإعدادية وحتى الثانوية، كونه كان رجل دين يعلم بكل تفاصيل اللغة العربية، كان يتقنها كتابة وإعرابا ومنطقا. كتبت الشعر وأنا في المرحلة الثانوية كهواية، واستمرت معي، ولا يخفى عليكم يعني المعاناة التي كان يعيشها المواطن الكردي في سوريا من عدم إتاحة الفرصة، من عدم فسح المجال لأن يعبر عن نفسه. بقيت كل كتاباتنا معنا في عالمنا دون أن ترى الأضواء. قبل فترة ليست بقصيرة بدأت الكتابة تظهر على الإعلام وعلى صفحات الانترنت وعلى صفحات الجرائد. بداية كانت من صفحات الجرائد الحزبية لأحزاب الحركة الوطنية الكردية، ثم بعد ثورة المعلوماتية وإتاحة الفرصة أصبحت صفحات الانترنت وصفحات الفيسبوك ومراكز التواصل الاجتماعي مكانا لنا. لدي ديوان جاهز للطبع باللغة العربية اسمه الكل غنى لعينيك. هذا أولا يضم مجموعة قصائد باللغة العربية، ولدي أيضا مجموعة من القصائد الكردية جاهزة للطبع كديوان. بعنوان الديوان هو لي أسمري، وهي قصيدة باللغة الكردية، قصائد باللغة الكردية. أكتب في الصحافة الحزبية، وأكتب مقالات ثقافية، وجل اهتمامي هو الشعر وباللغة العربية والكردية كما قلت. وفي خضم هذا، ما هو الوقت الذي تفسحه للكتابة في حياتك؟ الكتابة زاد للكاتب وهواء الكاتب، بدونها لا يمكن أن يعيش. حياته كلها كتابة، لكن ما يسطره على الورق تبقى كمنتج كتابي. لا أخفيك أن مشاغل الحياة ومشاغل العمل وهموم الحياة هي عناصر ضاغطة للتقليل من الكتابة، لكن مع ذلك نقاوم الوقت ونقاوم الضغوطات، ولنا مجال، وكلما سنحت لنا الفرصة نستغل الكتابة لأنني كشخص كإنسان، وأظن أن كل كاتب عندما تأتيه اللحظة الشعرية أو اللحظة الكتابية أو الفكرة لا يستطيع أن يكبتها إلا ما يترجمها على الورق. وهذه الكتابات
هل تجعلها أسيرة مكتبك كما يفعل الكثير من الكتاب في الحقيقة، أم تشارك من خلالها في فعاليات ثقافية؟ ككتابة ثقافية، كمواضيع ثقافية، أو سواء كانت مواضيع اجتماعية أو مواضيع سياسية، يتم نشرها عن طريق الصحافات الحزبية. هذا أولا. ثانيا، كشعر كما قلت لك، شاركت في أمسيات شعرية عديدة، وشاركت في مهرجان الشعر الكردي 19 هذه السنة باللغة الكردية. القصيدة الشعرية عندما تبقى أسيرة الكاتب تعتبر شتلة ذابلة، لكن عندما تجتاز الآفاق وعندما تنتقل إلى الفضاء الخارجي وتنتقل إلى عالم القارئ تكتسب حياة جديدة. القصيدة عندما تكون أسيرة عند الكاتب لها حياة بسيطة، أما عندما تحلق كما ذكرت تكتسب الشهرة، تكتسب التحليق في الآفاق العديدة للمستمعين. لا أريد لقصيدتي أن تبقى أسيرة مكتبتي، أريدها ملكا لكل الناس. كيف يمكن أن ينتشر الكاتب ويذاع صيته بقوة كتاباته أم بفعاليته الشخصية؟ الاثنين لهما دور كبير في انتشار منتج الكاتب. الكاتب البليد نوعا ما، الذي لا يشارك وإنما يكتب ويخزن، فبالتأكيد هذا الكاتب لن تكون له الفرصة في الانتشار. هذا أولا. ثانيا، ليس كل كاتب وكل منتج كتابي يأخذ القيمة الكتابية، لا يستحق القيمة الكتابية، فالاثنين مرتبطان مع بعضهم البعض. يعني الكاتب فعاليته، ديناميكيته، مشاركته في البرامج، مشاركته في المحافل الثقافية الشعرية الأدبية، هذه لها دور أولا. ثانيا، قوة الكتابة عنده والصياغة الجميلة، إحاطتها بكل مشاغل الحياة، إحاطتها بمشاغل القارئ واهتمامات القارئ، أيضا تعطي لها الدافعية، تعطي لها الفرصة للانتشار. إذن السببين مرتبطان مع بعضهما، يكمل أحدهما الآخر. ما رأيك أن نفسح مجالا لقراءة قصيدة؟ لدينا قصيدة، هي قصيدة لي أسمري باللغة الكردية، غناها الفنان ذو الصوت الشجي. سأقدم لمستمعيك الأعزاء ولكل مستمعي راديو هيفي اف ام الأعزاء قصيدة باللغة الكردية كتبتها وتم نشرها في مجلة برس التي تصدر باللغة الكردية، والتقطها الفنان شيدة، لم يأخذها مني وإنما أخذها من الجريدة، من المجلة، ولحنها لي أسمري. تينا دلي من تيرجيكافانا بجمار چد جوار جهرد جعبي دلبري جگر لمن صهت بآر برشوات قلو وفقر لمن روج بري أسمر ورا جارك دلي من نوفكا بيبون قل ونوفبن لفيدري أسمر توي رونيا دفي شعبي ملول سبيد بقافالتا أو نانري كسنا بهيزي أخو أوخي منها برينا دل جارك فكا في بنجري أفروجو هيف قافا لدنيا نهلن روني دبي آزمان دما دل بروري. هلبست شيدا براسي بستراند بآوازي خو بدنگي خوا وكرا فيديو كليبا خوايا ددوا وأز لبر بسباسيا شيدا دكم وتشنا دي ترجي مداني دا دمي بيدا قرك أو شكي بدنگي خو بآوازي خو درخي. أستاذ نشين، لو عدنا إلى واقع الحركة الثقافية في تربسبي، كيف تقيمه من جانبك؟ واقع الكتابة في بلدة تربسبي سويتها ليست كالمطلوب. برز بعض الكتاب الشعراء الذين عملوا في مجال الكتابة في تربسبي، لكن كانت آفاقهم قليلة، الفرص أمامهم قليلة نتيجة الواقع المعاش وفرص الكتابة القليلة،
الواقع الذي كان يعيشه الشعب الكردي، الكاتب الكردي. كانت مجرد كتابة قصيدة يعتبر خطرا كبيرا، كتابة مقال يعتبر خطرا كبيرا، فلذلك كان هناك لم تكن المجالات مفتوحة. لكن في الأعوام الأخيرة تم إفساح المجال وبرز بعض الكتاب. أتذكر كان لدينا جروب ثقافي في تربسبي اسمه بالكردية جروبات تربسبية يا كردي. كنا نقيم في كل شهر ندوة ونستضيف أحد الكتاب سواء من تربسبي أو من المناطق الكردية الأخرى، يلقي لنا محاضرة ويتم استدعاء الجمهور. هذه كبدايات ثقافية. أتطلع إلى حياة ثقافية راقية في تربسبي، لكن لا يخفى على جمهور المستمعين أن حالة الهجرة التي تعرض لها الشعب الكردي عندنا في سوريا نتيجة ال4 سنوات الماضية من عمر الثورة السورية، الكثير من الكتاب أيضا هاجروا ولم يبقى إلا القليل. لكن مع ذلك المهم هي ثقافة المقاومة، ثقافة البقاء، ثقافة الاستمرارية أن تبقى. أتأمل بعد تشكيل فرع لاتحاد الكتاب الكرد في سوريا في تربسبي أن يتم نشر الثقافة أكثر، أن يتم العزف على الوتر الثقافي في تربسبي بشكل أفضل، وأنا أتأمل بإذن الله إنتاجا جيدا إن شاء الله في الأيام القادمة. حتى في قطاع تربسبي الريفي هل من ممكن الاستفادة من بعض الطاقات الموجودة؟ الريف الكردي في تربسبي من طبعه الشعب الكردي تواق للثقافة، تواق للحضارة، مجتمع متحضر بالرغم من كل أشكال الظلم، من كل أشكال العسف التي مورست بحق الشعب الكردي، لكنه ظل صامدا وظل محتفظا بلغته، ظل محتفظا بثقافته، ظل محتفظا بأرضه. أينما حللت في أي قرية من قرانا الكردية تجد فيها على الأقل تجد فيه مشروع كاتب إذا أتيحت الفرصة سيبدع. وفي أقصى قرى من قرى منطقة تربسبي تجد فيها كتاب وشعراء، وأنا أعرف شعراء في أقصى الريف بتربسبي شاركوا معنا في مهرجانات وفي أمسيات شعرية. لا ينضب الريف الكردي، لا ينضب، والمجتمع الكردي لا ينضب من الثقافة ومن الكتابة. ما علاقة الكاتب بالاستبداد؟ الكاتب الذي لا يحس بالحالة الاستبدادية التي تمارس بحق شعبه أو مجتمعه فهو بعيد كل البعد عن الكتابة. كل كاتب عليه أن يوصف تفاصيل الاستبداد، حالات الاستبدادية التي تمارس بحق الشعب، خاصة بحق شعبنا الكردي. على الكاتب أن يبرزها وأن يبرز طرق معالجتها، فبالتأكيد هذه من أولى مهامه، وبالضرورة أن يكون ملما بها ويهتم بها ويكافح يسخر قلمه لخدمة مقاومة هذا الاستبداد بكل أشكاله، سواء كان الاستبداد السياسي، الاستبداد الاجتماعي، الاستبداد الاقتصادي، كلها أن ينوه لها وأن يقاومها. أنتم في اتحاد الكتاب الكرد سوريا فرع تربسبي، هل عندكم تصور عن القيام بنشاطات ثقافية في هذه المنطقة بهدف تنشيط الفعالية الثقافية بشكل أكثر؟ أتوقع أن فرع اتحاد الكتاب الكرد في تربسبي سيضع أمامه مشاريع لخدمة الحركة الثقافية في تربسبي. من هذه المشاريع ربما هناك في المستقبل القريب أمسيات شعرية يتم دعوة استضافة شعراء بارزين في تربسبي وفي المناطق الكردية الأخرى وحضور جمهور. هذا أولا. ثانيا ربما تكون هناك فعاليات ثقافية، ندوات تعريف المجتمع في تربسبي باتحاد الكتاب الكرد، بتوجهاته، بآفاقه، بمشاريع عمله. أتوقع في الأيام القادمة ستكون هناك مشاريع ونشاطات يقوم بها اتحاد الكتاب الكرد فرع تربسبي. متى تحس بأنك تحتاج إلى أن تلقي نفسك في حضن قصيدة جديدة؟ القصيدة هي فكرة وهي حالة. متى ما
أحس الشاعر أنه غير موجود في واقعه، محلق في فضاء الخيال، بإمكانه أن يكتب قصيدة. هناك فكرة بسيطة، ظاهرة بسيطة تظهر أمام الشاعر، يسخر تلك الحالة أو تلك الظاهرة في بناء قصيدة. وأنا تأتيني الحالة كلمحة، فأعيش في خيالي في صومعتي الشعرية، أحوك حولها من الصور ومن البيانات ما أرى أنه يهم القارئ أولا. ثانيا ما يشبع خيالي الشعري، فأحيانا أراها تسيل كالنهر، وأحيانا أحاول أن أكتب لكن لا يخرج شيء لأن الحالة الشعرية غير متوفرة. إذن هل بداية القصيدة صعبة أم إقفال القصيدة؟ كبداية قصيدة تظهر لحالها، تظهر بدون إرادة. أما إقفال القصيدة تحتاج إلى فن شعري. في نهاية قصيدتك كيف استطعت أن توصل ما يدور في خيالك، أن توصله للقارئ؟ يا ترى أجدت أم لم تجد؟ فدائما نهايات القصيدة من أصعب ما يمكن، أنا برأيي كما أتوقع. أثناء الكتابة هل هناك شعور خاص؟ بالتأكيد هناك شعور شعري خاص يعيش الشاعر في حالته الشعرية، في صومعته يحلق في الفضاء بعيد عن الواقع كليا. الشاعر عندما يعيش الواقع لا يستطيع أن يبدع، يجب أن يكون في خياله. وأي دائما أذكر في كل لقاءاتي أذكر مقولة لشكسبير يقول: الشاعر والمجنون والعاشق يجمعهم الخيال. فالشاعر بالتأكيد لديه يجب أن تكون عنده حالة جنونية، لأن الجنون هو التمرد على الواقع، هو التمرد على المنطق. الشعر هو تمرد على المنطق، تمرد على الواقع، تمرد على الحدود، القوانين. الشاعر يجب أن يتخطى كل ذلك. لا حدود أمام الشاعر، كما أنه لا حدود أمام المجنون، لا حدود أمام العاشق. الثلاثة في الخيال متفقون مع بعضهم البعض. إذن كيف يمكن إسقاط الخيال على الواقع؟ عندما يقرأ القارئ ما كتبته في خيالك يصبح واقعا. القصيدة في خيال الشاعر، في كتابة الشاعر، في دفتر الشاعر، هي قصيدة خيالية. حينما يقرأه القارئ تصبح معاشة، تنتقل إلى الواقع. فلنذهب إلى خيال قصيدة جديدة. لأني أحبك أشرقت شمس الصباح على سفوح جودي وأودية الفرات، فغنى لها دجلة أجمل الألحان على صفحة بيضاء من لون الحمام. لأني أحبك انفجر النبع شلالا من الأحلام يدغدغ خصلات قصائدي، فغدت أغاني ترددها أمي وجارتها على وتر من شعاع الشمس حين أطلت خلف عباءة الزمن اللعين. لأني أحبك غنى زردشت أغنية الجبال، والشيخ نادى من حدود حباله التي نسجت من وعود الغدر فوق أشرعة الزمان، ستبقى دلبر حبيبتك التي نامت زمنا طويلا تحت غيم من دماء، لكنها وردة الجبل العنيد، وإن طال شتاؤها أو ليلها فالمدى يدنو من الخيال. لأني أحبك بلج الفجر بعد ليل من ضياع، وقصائدي وإن سارت في دروب ملونة ستلتقي فوق قافيتي لتزدهر السهول كلما غنت جدتي لحن الجبال. لأني أحبك سأحمل اسمك في لغتي وفي دمعي، فليست حروف اسمك نتوءات مبعثرة، فهي تربط السهل بالوادي
كأجمل لوحة رسمت على بساط الكون، فانتظري فهنا الزمان استراح، لتشرق الشمس في هذه الوهات، لأني أحبك. أشرقت نجمة الصبح فاستفاق الورد مزهوا، وانتحرت لحظات تعاستي في عرس قصيدة غنت للربيع أغاني العشق في تيه وفي ولع، فانتصر الكلام لأني أحبك. جلجل قيدهم في معصمي فأبى أن ينثني رغم الأسى، وزغردت جدران غرفتهم حين استقبلت أغنية العشق، وهي تقتحم الأبواب شامخة شموخ الشمس في وضح النهار، لأني أحبك. أهداك الإله آيات مرتلة بلسان الكون ما بين القصيدة والأفق، فهنا غرد العطر فوق الورد يحمل التاريخ والأطلال من ماضي الزمان. استمتعنا بهذه القراءة. شكرا. وهذا الخيال وهذا الإلقاء. شكرا. لذلك يمكن أن نسأل عن دور الإلقاء في إيصال معاني القصيدة. أتوقع أن الإلقاء هي الوسيلة الماضية القوية في يد الشاعر لأن يوصل قصيدته، فكره، أحاسيسه، مشاعره إلى المستمع. فبالتأكيد آلية الإلقاء، طريقة الإلقاء، الاستمتاع يخلق حالة استمتاعية عند المتلقي، فبالتأكيد لها الدور الكبير في إيصال فكر وأحاسيس الشاعر إلى المتلقي. تعتبر الإلقاء جزءا من هيكلية القصيدة؟ أنا أتوقع أن الإلقاء بحد ذاته هو فن شعر. الإلقاء هو قصيدة بكل معنى الكلمة. المعاني، الصور، الأحاسيس، الألوان، كلها الموجودة في القصيدة لا تصل بدون الإلقاء، فالإلقاء هو نصف القصيدة. نعم. سنتحدث عن بعض كلمات كيف عالجها الشعر الكردي بالعموم. كلمة الوطن، كردستان، كيف تطرق الشعر إليها؟ أتوقع أن الوطن هو حالة معاشة مع الكاتب، مع الشاعر، مع كل مواطن كردي، كونه حرم من وطن يعيش عليه ويقول هذا وطني، وحرم من علمه يرفرف بين أعلام البلدان الأخرى في كل العالم، فكان هاجسا لكل كاتب. تغنى بها الشعراء بمختلف الأشكال، منهم من جعل وطنه عشيقة له، منهم من جعل الوطن حبيبته، فكان يغني عن حبيبته ويجسد فيها معاني ومفاهيم وطنه، فخصلات حبيبته وعيون حبيبته وقامة حبيبته كلها ظواهر موجودة، ظواهر تضاريسية، ظواهر جغرافية، ظواهر طبيعية لوطنه كردستان. كردستان عاشت في مخيلتنا كلنا، وسنبقى نكتب لهذا الوطن، سواء المعاش سواء المتخيل. أنا برأيي لم يفارق الوطن مخيلة أي شاعر كردي كونه كان يحس بالحرمان من هذا الوطن. هل هذا لأنه وطن محتل؟ بالتأكيد، لأنه وطن محتل. رسالة الشاعر أن يجسد وطنه في قصائده، وبعدها المراحل الأخرى في تطور الأوطان لم نفكر بها الآن، لأن وطننا محتل، وطننا غير موجود بين الدول المستقلة، فهذا كان الهاجس الدائم الذي يقلق الشاعر، لأن وطنه محتل ووطنه مغتصب. كان يشعر دائما بعدم الراحة الكاتب الكردي، الشاعر الكردي، حينما يعالج مسألة وطنه كردستان. المرأة،
هذه المخلوق المتناقض بين الحنان والتمرد، هل دخل الشعر إلى نفسها كما ينبغي؟ المرأة الكردية بشكل عام هي غير غائبة عن المجتمع الكردي، بالرغم من كل حالات التخلف، بالرغم من كل حالات الاستبداد، بالرغم من كل حالات الأساليب والوسائل الممنهجة بحق الشعب الكردي لإبقائه متخلفا بعيدا عن واقعه. بالرغم من كل ذلك المرأة الكردية لم تغادر الأضواء، موجودة في السياسة، موجودة في الكتابة، موجودة في الشعر. المرأة الكردية لم تعرف الظلم والاستبداد كما عانته نساء الشعوب الأخرى المتعايشة مع الشعب الكردي. المرأة الكردية لم تعرف النقاب، المرأة الكردية لم تعرف الحجاب، المرأة الكردية شاركت الرجل في العمل، في الثقافة، في القراءة، شاركت في الحروب. المرأة الكردية برفقة الرجل يدا بيد إلى الوقت الحاضر، لكن مسألة مساهمتها في الكتابة، أيضا كاتبات كرديات بالرغم من كل ظروف الاستبداد التي يعيشها الشعب الكردي أبدعت المرأة الكردية، فخرجت منهن شاعرات، كاتبات في كل مجالات الحياة. هل للشعر فضل في ذلك أم للمرأة فضل على الشعر؟ المرأة من غابر الزمان المرأة هي ملهمة الشاعر. هناك من يقول هذه المرأة جميلة أو هذه المرأة ليست جميلة. أنا أتوقع لا توجد مرأة غير جميلة. الرجل الذي يقول تلك المرأة غير جميلة فهو جاهل بمعرفة بواطن الجمال عندها. لكل مرأة مواطن جمال وكل مرأة جميلة. والكاتب الكردي الشاعر الكردي وجد المرأة وطنا له، حضنا له، أما له، أختا، رفيقة. والشعر كان له الدور الكبير في إبراز دور المرأة، وهناك الكثير من الشعراء الكرد الذين كتبوا للمرأة، وكثير من النساء الكرديات اللواتي كتبن في هذا المجال. فالمرأة خدمت الشعر، المرأة خدمت الشعر وفتحت آفاق أمام الشاعر ليكتب المزيد. الربيع الكلمة المرادفة للمرأة وللوطن، هل أعطاه الشعر حقه في التعبير؟ الربيع هو شباب السنة، شباب الفصول، ووطننا طبيعته من الناحية الجغرافية، من الناحية المناخية، من كل هذه النواحي. الربيع هو السائد، اللون الربيعي هو السائد في وطننا كردستان، ووطننا كردستان يعتبر ربيع الأوطان. فلذلك غنى الشعراء وكتب الشعراء وغنى المغنون كلهم عن الربيع، ووحدوا بين وطننا كردستان والمرأة والربيع. تجد طاغيا في كل قصائد الشعراء هذه المفاهيم الثلاث. الظلم الذي وقع للكرد رغم أن كل قصائد العالم لا تفلح في تعويض لحظة بكاء طفل صغير، ولكن يبقى الشعر هو المتنفس عن هذا الظلم. ماذا تقول في هذا الاتجاه؟ كون الشاعر هو لسان حال مجتمعه، فبالتأكيد يترجم كل الحالات المعاشة في المجتمع الكردي ولأن الشعب الكردي عانى الكثير من الظلم، وكما تفضلت لا تستوعب كل قصائد العالم ولا كل دواوين العالم، لأن يترجم لحظة بكاء، لحظة أنين، لحظة حرمان طفل من حضن دافئ، من حضن أمه، والمصائب التي حلت بالشعب الكردي على مدى التاريخ لا تستوعبها كل صفحات التاريخ. أنا برأيي، ولذلك تجد أن شعراءنا الكل كونهم عانوا من الظلم وترجموا الظلم وكتبوا الكثير عن معاناة هذا الشعب. ما رأيك أن نرتاح مع قصيدة جميلة كتبتها أعتقد عن الظلم؟ قصيدتي كتبتها بعنوان أنا خطر، وكتبتها مباشرة بعد إجراء النقل التعسفي بحقي.
أنا خطر. وهذا هو أحد أشكال الظلم التي عاناها الكثير من الكتاب الكرد، لأن القلم الكردي كان خطرا على النظام، على الأنظمة كلها، فلذلك حاربوا الكتاب والمثقفين. أنا خطر. أنا خطر لأني أعشق الضوء كحليب أمي. أنا خطر لأني قلت للجلاد لا، فكتبوا حروف اسمي في قبو كريه كعقولهم وجنونهم. أنا خطر. أنا خطر لأني أحب الغناء في سماء حرة كأحلام أمي. نعم خطر. أنا خطر لأني أحب تراب العشق في بلدي وسهوله ونقاءه. أنا خطر لأني أستنهض التاريخ في كل زاوية، في كل سطر من حكايا جدتي. نعم خطر. أنا خطر. أنا خطر على الورق وفي الأرشيف كالحمى وكالمرض. أنا خطر كمدخنة أنفث الحمم على أوهامهم، لكنني أنا الربيع للوطن. أنا الورد في أحلام شعبي. أنا الزهر. أنا الوتر. خطر خطر خطر. هل الشاعر خطر على الإنسان العادي؟ وكيف يمكن له أن يعبر عن معاناة اليومية لهذا الإنسان؟ الشعر ليس خطرا على الإنسان الواعي الهادئ المتذوق للكلمة، ليس خطرا عليه، وإنما الشعر خطر على الإنسان الذي لا يؤمن بدور الشعر في استنهاض الفكر، في استنهاض الشعوب. الإنسان الذي يرى الشعر خطرا عليه فهو لا يؤمن بالتجدد، لا يؤمن بالتقدم، لا يؤمن بالتطور. الشعر وسيلة لإنارة الفكر، وسيلة للتذوق، وسيلة لإيصال الفكرة بطابع آخر، بطابع جميل، بلباس جميل. فالشخص العادي الذي يرى الشعر خطرا عليه فهو خارج التاريخ وخارج الواقع. الشعر وسيلة لإيصال الفكرة، لإشباع حاجات الإنسان. وإذا اعتبرنا الإنسان العادي إنسانا خاملا، والشاعر يمرده من داخله على واقعه، بإمكان الشعر وبإمكان الشاعر أن يوقظ في الإنسان الخامل، في الإنسان الذي يعيش على هامش الحياة، بإمكانه أن يستنهضه. فالذي تتوفر فيه فرص الاستنهاض وإمكانيات الاستنهاض بالتأكيد ستلامس هذه الأحاسيس مشاعره ويترجمها. وإنما كما قلت الإنسان الذي يعيش على الهامش ولا يشعر بمشاعر الحياة فبالتأكيد لا يتذوق الشعر ولا ينسجم مع الحالة الشعرية، يراها كلاما فقط. هنا من يقود من؟ هل ينزل الشاعر إلى سوية الإنسان العادي وبالتالي الإنسان العادي يجره إلى واقعه؟ الشاعر ساحر، يكتب، يعرف كيف يلامس هذا الشخص، كيف يلامس ذاك الشخص. الشاعر يكتب للكل. والشاعر الذي يكتب للنخبة أنا أعتبر أن حالته تبقى محدودة. الشاعر يجب أن يكتب، أن يعالج فكرة بحيث لا يشعر ذاك الإنسان كيف تذوقها، كيف تعامل معها. الشاعر عليه أن يكتب بقلم سحري ليعرف كيف يوصل فكرته إلى الإنسان. فبالتأكيد الشاعر هو الذي يصب الأفكار للقارئ وللمتلقي. بالنهاية، هل تكتب للناس أم تكتب لنفسك لتهرب من همومك الشخصية ومن هموم الحياة؟ الكتابة بالنسبة للشاعر متنفس، هذا أولا. ثانيا،
الشاعر لا يكتب لنفسه. أنا أعتبر قصيدتي يتيمة حينما، كما نوهت في البداية، تعتبر يتيمة عندما أكتبها لنفسي. أنا أريد أن أكتبها للناس، يتذوقها الناس، يراها الناس، يتحسسها الناس. قصيدتي عندما تتخطى حدود بيتي، عندما تتخطى حدود ديواني، عندما تتخطى حدود مخيلتي، تصبح ملكا لكل الناس. فالكلمة التي تكون ملكا لك تكون محدودة، وحين تكون ملكا للناس تصبح ثقافة للجميع، تصبح ذخرا لجميع من يلتقون بتلك القصيدة. حينما لا يأتيك الوحي أو يتأخر عليك، إلى ماذا تلجأ لتفض عن نفسك؟ أكرر أفكاري السابقة، أقرأ أفكاري السابقة، الدخول إلى عالم الشعر. أحيانا أطرق باب الشعر، أطرق باب ما كتبت، لكن أنا أحتاج كما قلت لتلك اللحظة التي يبدع فيها قلمي. وحين يبدع القلم لا تستطيع إيقافه أبدا، فهو يسطر الصور، يسطر المشاعر، يسطر الأفكار، ولا الحالة الشعرية لا تستطيع أن تكبتها. أينما كنت الشاعر محتاج أن يحمل قلمه ويكتب في أي مكان، ربما يكون في عرس، ربما يكون في مسير، ربما يكون في حديقة، ربما يكون في أي مكان أتته الحالة الشعرية، يجب أن لا يدعها تفوت الفرصة. أستاذ نوشين، حبذا لو تقول كلمة لراديو هيفي اف ام ومستمعيه الكرام. بداية أشكر كل عاملي راديو هيفي اف ام على جهودهم التي يبذلونها في الالتقاء بالأقلام الكردية الحرة بغية إيصال أفكار الكتاب إلى مستمعيها الكرام، وأتمنى لهم التوفيق في عملهم النبيل الرائع. وكل الشكر لمستمعي هيفي اف ام. أتمنى أن يستمتعوا بما مر في لقائنا وفي كل اللقاءات، ويكونوا مستمعين متذوقين للكلمة ولكل الجهود التي يبذلها راديو هيفي اف ام. وقبل أن نودع مستمعينا الكرام، ما رأيك أن نستمتع بقصيدة أخيرة تختارها بنفسك؟ قصيدتي الأخيرة باللغة الكردية، وهي ترمز إلى بقاء الشعب الكردي بالرغم من كل حالات القهر والظلم والاستبداد والإلغاء التي مورست بحقه. قصيدتي هي بعنوان أستمهمة. أعطيت هذه القصيدة للفنان شيدة مع مشروع لحن عنده أولا. ثانيا أهديها لكل مستمعية ومعجبين المعجبين بقصائدي في بلدة كركيلقي حصرا. أستمهمة. أسبادشاه خون رامان تما، قل بشكفي إيرو لسر ليفي تما، سينور هرن چيا هرن أزهر هما، چرخو فلك تفبو تنا هيد البري. باي أفيني هات من سرمست كرم، بجنات من بيفا بچعب دل ديلتم، آگرد هات جرگو هناف بيهيز كرم، گرا جهانش بوتيا هاي ميگري. سينگا تخونا من جوان دروجا بدو، باغيت تموارا جبو بالبل وكو، باي تهونك تمدهات اسكت مخو، روني تدا رنگي توك قوزا قري. پورات رشبو وكشفي سودان فراند، روي توك روجا هلاتي شفچران، تيرا كهاتي فيدلي هزو شكان، افچونو هاتن بوتيا لف شكري. جيهان همي وينك جناف ديمين تايا، جيهان همي وينك جناف ديمين تايا، كليل دناف دا صورو زرنگي تايا، يزدان چدابو گلشي تمرنگي تايا، پوچا پيلانا شوي ويزو هري، جودي و همرين دل رواندن في شوي، نامك جليفي هاتا من زود في، تمشي يارم بندي تما ناكم رفي،
استمهما ناچم جيجيني كوكيوري